بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناتنا قناة نكهتي أنا وابنتي. طبق اليوم الدونر التركي. بسم الله. نحط في الربو بصلة مقطعة مع 3 سنات ثوم وربطة صغيرة من معدنوس أخضر، تقدروا تبدلوها بمعدنوس اليابس. نحط 2 مغارف ياغورت طبيعي، غرفة صغيرة زعتر بري، توابل اللحم، ضفت هنا توابل تاع اللحم، زنجبيل، فلفل احمر حلو مدخن، فلفل احمر حار، فلفل الكحل، الملح، الزيت 3-4 مغارف. نرحيوهم مليح مع بعضاهم. هنا راني بدلت الربو الاخر مبغاش يمشي. نرحيوهم مليح مليح. بعد ما ترحاو مليح وتخلطوا، نضيف كمية اللحم المرحي ونعاودوا نخلطوهم مليح مع بعضاهم، ضربة 2 بركو وصاي هكا كما راكم تشاهدوا. نعاودوا نرحيوهم. حتى يمتزجوا المكونات مع اللحم. نحصلوا على هذه النتيجة. نفرغوه في صحن. نوجدوا ورق الزبدة، نحطوا كمية من اللحم المفروم هذاك الخليط، نكسلوها مليح بالحلال، تحصلوا على ورقة رقيقة من اللحم. نلفوها على بعضها كما راكم تشاهدوا. نواصل بنفس الطريقة حتى نكمل كامل كمية تاع اللحم. نحطها في صينية الفرن. نحط معها حبات طماطم والفلفل الأخضر الحار، وندخلوها الفرن 10 دقائق. حلو تلقاوه خرج العصارة تاعو، فرغوها كامل ورشوه بالزيت وعاودوا ديروه يتحمر. هنا بعد ما فرغت العصارة ورشيت له الزيت وطيبته تحمر هكا، ولا نحيوه من ورق الزبدة كما راكم تشاهدوا. هذه النتيجة. نقدموه في الصحن مزين مع الطماطم هذيك اللي شويناها معاه والفلفل، وسلطة تاع بصلة اللي هي بصلة ومعدنوس وسماق
مخلطين مع بعضهم، والزيتون البنفسجي هكا كما راكم تشاهدوا. بهذه الطريقة، وهذا هو الشكل تاعو النهائي. كما تقدروا تحضروه سندويشات. وهنا بعد ما طاب نقدمه بهذا الشكل في ساندويش، ونلفوها، وشهية طيبة للجميع، وبصحتكم، مع السلامة.